السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله النهارده هنعمل قرنبيط، هنعمله من غير اي بيض، وزي ما انتم شايفين طالع معانا حلو جدا، بيطلع معانا مقرمش ولا احلى من كده. هايل. ان شاء الله تجربوه كده وينجح معاكم ويطلع معاكم كمان احلى من كده بكتير. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة هيكون معانا زهرة من القرنبيط، هنبتدي نفرغها زي ما انتم شايفين كده. معانا طبعا مية على النار بتغلي، بيتفرط معانا بمنتهى السهولة. طبعا بقى ايه، بنغسله كده كويس في مصفى، وبعد كده ايه بنبتدي بقى على النار. حاطين ميه هنحط فيها شويه ملح ورشه كمون، رشه ملح كده ورشه كمون. ننزل بقى بالقرنبيط، بياخد معانا حوالي ربع ساعه، يعني ما بيعوقش خالص في سليقه. مجرد كده ما تحطي المعلقه وتلاقي الراس بتاعته دي بقت يعني المعلقه بتخش فيها، يبقى كده تمام استوى معانا. هو عامه بقول لكم ما بياخدش وقت خالص اهو. شايفين المعلقه هي بتدخل فيه، يبقى كده تمام. نبتدي بقى نجيب المصفى ونصفي فيها. في الوقت ده بقى نحضر العجينة بتاعتنا. كوباية من الدقيق، وبقى ايه التوابل بقى، بابريكا وكاري وكركم وبصل بودر وتوم بودر وكمون وكزبرة، من كل حاجة كده معلقة ممسوحة صغيرة من كل حاجة يعني، ورشة من البيكنج باودر، ومعلقتين او 3 معالق كبار كمان من النشا. يبقى كاري وكركم وبابريكا، وتحطوا كمان شوية كمون وشوية شطة لو تحبوا عايزينه حراق. وبصل بودر وتوم بودر، كل التوابل اللي تحبيها يعني تفضليها تحطيها فيه. ولو في تابل ما بتحبوهوش استغني عنه خالص. وطبعا الملح بتاعنا بنظبطه، ورشه من البيكنج باودر، ونحط حوالي كوبايه دقيق وعليهم حوالي 3 معالق كبار من النشا. لحد كده تمام. احنا ما حطيناش بيض يا جماعه خالص، وهيطلع معانا هايل وطعمه رائع كمان. بعد كده هنجيب بقى زهرات القرنبيط بتاعتنا وننزل في العجينه كده اللي عملناها. طبعا الزيت بتاعنا على النار ساخن. هنتأكد بقى كده ان كل قطعة من القرنبيط متغلفة بايه بالعجينة بتاعتنا. شايفين خليط العجينة يا جماعة بيبقى مايل للكيك كده، ما بتبقى سائلة قوي ولا متماسكة خالص. عشان تبقى ايه متغلفة كده على قطعة القرنبيط لازم أن تكون زي ما انتوا شايفين كده. الخليط بيبقى قريب قوي لخليط الكيك اهو. بعد كده الزيت بتاعنا ساخن، بننزل بالقرنبيط فيه. بنملى بقى كده الطاسة. بعد كده بنقلبه. شايفين يا جماعة متماسك وحلو جدا ومقرمش، كأنك بتعملي والله فراخ كنتاكي مش بتعملي قرنبيط. هايل حلو جدا. طبعا محضرين طبق بقى كده فيه مناديل عشان نطلعه عليه. لو وصلتوا معانا لحد كده بقى ووصفتنا عجبتكم، ما تنسونيش بتعليق حلو منكم. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك واللايك. اهم حاجة يا جماعة اللايك. وبكده خلصنا القرنبيط بتاعنا. هايل حلو جدا، شكله كمان والله يفتح النفس. زوقناه كده بشوية بقدونس. يا رب دايما بقى كده نكون عند حسن ظنكم، ووصفاتنا تكون بتعجبكم.
انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، وأسيبكم على خير وأشوفكم على ألف ألف خير، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.